السلام عليكم أعزائي المشاهدين. عدنا في فيديو جديد لآخر أخبار الترجي الرياضي التونسي. ما عليك كان تتابع الفيديو للآخر وتدعمنا لتقديم المزيد. توصل الترجي الرياضي التونسي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب أسامة بوقرة لمدة 3 مواسم، وكان نادي زاد المصري هو النادي الأجنبي الوحيد الذي اتصل باللاعب، لكن لم يقدم عرضا رسميا، والترجي كان حاسما ودون مراوغة. أقنع اللاعب بالمشروع الرياضي للفريق في الموسم القادم، وهو أبرز دافع شجعه على قدومه إلى القلعة الترجية. من ناحيته يوسف أومار لاعب الاتحاد المونستيري يمضي رسميا مع الترجي في صفقة انتقال حر بعد رفضه عرض من أصفهان الإيراني بقيمة 1,450,000,000 في الموسم، إضافة إلى الاتفاق مع لاعب الملعب التونسي أسامة السيدي البالغ من العمر 26 سنة ويشغل مركز ظهير أيسر، وحسام تقاء لاعب الاتحاد المونستيري الذي يشغل خط متوسط ميدان دفاعي البالغ من العمر 22 سنة. وبكل هذه الانتدابات لا تنسينا في الكوبرا كوليبالي بعد اقتراب رحيله عن الترجي الرياضي التونسي، والقيمة التي أضافها للفريق طيلة 10 سنوات. وواجب على إدارة النادي والجماهير تكريمه غدا في آخر ديربي له. وفي النهاية شكرا على المتابعة، ولايك للفيديو وكومنتير تعطونا فيه رأيكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا.